وكيل أشرف حكيمي يشعل الجدل، هو الأجدر بجائزة الكرة الذهبية دون غيره. دافع أليخاندرو كامانو وكيل أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي فيما يتعلق بالجدل الدائر حول تصريحات النجم المغربي التي أكد خلالها أحقيته دون غيره بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2024-2025. وكان حكيمي قد أكد أحقيته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية أكثر من المهاجمين حسب وصفه، نظرا لأرقامه وما حققه مع باريس سان جيرمان. وهي التصريحات التي لم تلقى قبولا لدى إدارة باريس سان جيرمان وزميله عثمان ديمبلي المرشح الأول للفوز بالجائزة حسب ما ذكرت تقارير صحفية. وحل الثنائي حكيمي وديمبلي على رأس قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي سيتم الكشف عن الفائز بها في حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم 22 سبتمبر المقبل. وقال كمان وكيل أشرف حكيمي في تصريحات خاصة لوين وين: آخر 6 مواسم لحكيمي كانت جميعها بمثابة برهان على أنه لاعب استثنائي، حيث حقق ألقابا جماعية من أعلى المستويات مع ريال مدريد وبورussia دورتموند وإنتر ميلان والآن مع باريس سان جيرمان. وأكد كمان أنه بالنسبة لحكيمي يعد شرفا أن يتقاسم الجائزة وإمكانية الفوز بها مع زملائه الحاليين في باريس سان جيرمان، وعلى رأسهم ديمبلي، بقوله إنه يجسد التطور في كرة القدم الحديثة الهجومية، حيث منح لاعب الجناح الدفاعي بموقعه وبنزعة هجومية قوة أكبر لأسلوب لعب الفريق التي لعب لها، بل وحتى مع منتخب بلاده. برأيه هو أفضل لاعب في العالم في مركزه، مساو ولم لا متفوقا على الأساطير التاريخيين. بالنسبة لحكيم يعد شرفا أن يتقاسم مع زملائه الحاليين في باريس سان جيرمان، بل ومع صديقه الشخصي ديمبلي، إمكانية الفوز بهذه الجائزة المرموقة.